أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم. عبد الرحمن تنوح. أنا رئيس الشبكة المغربية في البوليس أمستردام. واليوم درنا الإفطار وجمعنا 750 واحد هنا في هذا المحل، وجوزنا واحد الافطار مزيان بزاف. حضروا بزاف الناس، وحضر معنا رئيس البوليس امستردام ورئيس برغميستر امستردام وارنهام والقنصل المغرب حضر معنا. كل عام الحمد لله هو كيحضر معنا، وهادشي جوزنا مزيان. دابا 27 عام حنا كننظموا هذا الافطار. الحمد لله. دوزتوا انتم هذه التجربه هذه المده ديالك اللي كنتي فيها انت الرئيس دابا؟ وجوزناها مزيان، ودابا الحمد لله كاينين بزاف المغاربه مع الشرطه، وكنتجمعوا وكنديروا المجهود ديالنا للمغاربه اللي كيسكنوا هنا في امستردام. كنحاولوا نعاونوهم. المهم الحمد لله. السلام عليكم، معكم محاسن بوليسيه في هولندا في مدينه امستردام. اليوم جينا نفطر البوليس ديال المغاربه ديالنا في امستردام. كل عام كنعملوها هنايا، وكيجيونا عندنا الناس اللي خدامين معاهم، الناس اللي خدامين معاهم على برا، وكنعملوا هنايا استجماع مع بعضياتنا وكنطلعوا بعضياتنا. بغيت نقول للشعب المغربي واحد التحيه من عندي عنكم، واحد المحب عطيتوا لي، زعما ما نقدرش نصوركم وما نقدرش نشرحكم كيف النيه. شكرا بزاف، رمضان مبارك والتحيه لكم. محاسن، انت واخا شرطيه بوليسيه هولنديه من اصل مغربي، نعم، لابسه واحد الجلابه اللي فيها الرايه ديال المغرب. شو انا غنقول لك، هذه الجلابه هذه ما كيعيطولهاش الجلابه فروم موروكو، هذه الجلابه مغربيه. فرحانه براسي وفرحانه براسي مغربيه، ودائما المغرب ودائما سنطلع المغرب. أشهد أن محمد رسول. أحمد مركوش، عمدة لمدينة أرنهام، والآن يعني ضيف في هذا اللقاء الكريم الذي هو لقاء في إطار رمضان نظمته الشبكة المغربية للشرطة، اللي هم يعني شرطة من أصل مغاربي. وأنا كنت سابقا في التسعينات ضابط للشرطة ومن مؤسسي هذه الشبكة، فحضرت اليوم لكي كذلك أقدم كلمة للرئيس لهذه الشبكة، الرئيس الحالي. شكرته وودعناه لأن يعني فترته انتهت وسيأتي رئيس جديد، وهكذا يعني أصبحت هذه اللقاءات أصبحت من السنن التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة، يعني هذه من سنن الحسنة التي تجمع الناس في أمستردام والساكنة الأمستردامية مع الشرطة من مختلف الخلفيات. سي مركوش، كنشوفوا بأن كثير من الشرطة الهولندية هنا مغاربة، كوبات كبار في سامون. شنو يمكن تقول لنا على هذا الشيء؟ طبعا هذا يعني في الحقيقة أمر طبيعي بالنسبة للمغاربة في المهجر. فيعني المغاربة الهولنديين مغاربة شخصيات يعني منخرطين في المجتمع ومنخرطين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وبهذه الطريقة طبعا يقومون مهمة جدا من حيث يعني تحسين تقديم الخدمات من طرف الشرطة مثلا في اتجاه يعني المواطن الهولندي المغربي الأصل، من حيث يعني اللغة ومن حيث الخلفية الدينية. يعني ضباط شرطة يتكلمون العربية والأمازيغية، لهم خلفيات إسلامية ومعرفة يعني في إطار يعني ما يخص الثقافة، فدورهم يعني في هذا الجهاز دور مهم. وأنا أعتبرهم ممن يعني يبنون في المجتمع ويعملون من أجل السلم والسلام كذلك في مدينة أمستردام.
حي على الفلاح. En het was weer een groot genoeg om het te mogen organiseren als Amsterdamse politie. Er waren 800 mensen aanwezig met heel veel verschillende achtergronden. En we hebben veel verbindingen gemaakt, ontmoetingen gemaakt met elkaar. Stilgestaan bij wat er allemaal in de wereld gebeurt. En de contacten en het met elkaar hier in de stad aanwezig zijn was gewoon weer een hele fijne, mooie, warme ervaring. Ja. Meneer Peter, wat kunt u tegen ons zeggen over zijn Nederlandse politie van Marokkaanse komaf? Ja. Hoog. Ja, dat is voor ons heel waardevol. Kijk, wij willen een politie voor iedereen zijn. En dat betekent ook dat ons eigen politiekorps ook divers moet zijn. Om ook aansluiting te vinden bij de bevolking in Amsterdam, maar ook op alle andere plekken in Nederland. En wij hebben inmiddels veel Marokkaanse collega's ook in dienst. En die verzorgen ook echt voor ons dat ze in de wijk de verbinding kunnen maken met de Marokkaanse gemeenschap. Zodat we niet alleen maar te komen als het fout gaat, maar dat we ook aan de voorkant aanwezig zijn, contact leggen, met elkaar zorgen dat de wijken veiliger worden. En dat vinden wij waardevol om dat met elkaar te doen.